أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست إديوناس واللي بنتكلم فيه عن التطورات اللي بتحصل في مجال التعليم في مصر. وخليني أرحب بضيفنا النهاردة، ضيف مميز جدا، دكتور أحمد عاطف، بروفيسور في ال AUC وإيست لندن والأكاديمية المتحدة، وكمان co-founder of Q Media House. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد ومنورنا النهاردة. اهلا بيكي، متشكر جدا. دكتور، ممكن تحكي لنا عن الاكسبيرينس بتاعت حضرتك في المجال التعليمي، بما ان حضرتك بتدرس في اكتر من مؤسسة تعليمية؟ وهل في الاعلام بيفرق التعليم ما بين البراكتيكال والثيوريتيكال؟ اوكي، سؤالك فيه نصين، خليني اجاوب على النص التاني اوكي. الاول، وهو الفرق بين البراكتيكال والثيوريتيكال. ان انا بشوف، ودي وجهة نظري، ان في شغلانات في الاعلام لما الواحد يكون مقرر ان هو عايز يشتغلها، فالجانب النظري ممكن نقول ان هو الاهمية ليه اكتر، ولو ان دي الشغلانات الاقل في الاعلام. بس لو انا مقرر ان انا عايز اشتغل، سواء ان انا اكون بتاع دعاية او اكون بصور او اكون بخرج او اكون بمنتج، بعمل بودكاست زي ده، ايا كان، فدفنتلي الجانب العملي اهم بكتير. اوكي. فأنا شخص ميال جدا جدا للجانب العملي، ولو إن هناخد جزء نظري، والنظري مهم في نوع ده من المحاضرات. إن أنا باخد الجزء النظري على طول وبحوله لشكل عملي. إزاي باخد النظري وأخليهم يبقى ملموس، بحيث إن هم يشتغلوا عليه عملي. ولو جينا قلنا مثلا في مجال، حتى لو أنا مش بدرس ده، بس أنا بشوف ناس بتدرس الجانب ده، وهو مثلا الميديا اثكس، فده فيها جانب نظري كتير جدا. بس بحب قوي لما الناس بتعمل المحاضرة بتاعت الميديا اثكس، ان هو ياخدوا التوبيك اللي هم عايزين يتكلموا عنه وازاي يحولوه لكيس، يلا بينا نشوف هنعمل فيها ايه. فحتى واحنا شغالين نظري، النظري بيتحول لعملي 100%. اوكي. ده النص التاني من السؤال. النص الاولاني، خبرتي في مجال التدريس، يعني اتصور ان انا خبرتي في مجال التدريس اكتسبتها وانا بدرس، يعني اكتسبتها اوكي. وانا شغال اوريدي، لاني اول مره خالص درست في مكان وانا كنت لسه متخرج، ما كانش بقالي كتير، ودي كانت فرصه غريبه ان هي تجيلي. ولو اني انا كنت شغال كتير قوي طول فتره الدراسه، انا كنت بشتغل بشكل يعني كبير جدا. يعني كان في اوكي. ايام بشتغل 18 ساعه في وقت ما انا بدرس، بقعد اتعلم واجرب واعمل. اول ما اتخرجت كان عندي فرصه ان ادرب في مكان في الاهرام الاقليمي، يعني في اللي هو تبع لجريده الاهرام. فافتكر ان اول حد رشحني ان انا ادرس، فاول ما بدات المحاضره هو بعت لي ورقه مع حد وقال لي فيها هنت، ان هو ابدا معاهم بكذا، ما تبداش بكذا، او ابدا بالجانب اوكي. السهل بكذا. فدي يمكن كانت الحاجه الوحيده اللي حد علمهاني في التدريس اعمل ايه. بس انا شخص بطبعي بحب ان انا لما حد بيعلمني حاجه اعلمها للي بعدي، اوكي. وعشان اتعلم تاني افضي اللي جوايا عشان يتملي اللي بعده. فالخبرة اظن جت من هنا. وطول الطريق بقى انا على طول كل سمستر بركز ان ازاي الكورس بيتغير، علشان ابقى بطوره في نفس الوقت، عشان اقدر اعيش، مش هقدر م- اكون بكرر نفس الكلام بالظبط. بنفس الحاجات. فطول الوقت انا عمال اطور اغير، اشوف ايه لما عملت الموديول ده ايه اللي حصل مع الستودنتس في الاخر. رد فعلهم، انا كنت مرتاح، كان الموضوع كان صعب، واقعد اطور في الموضوع. فخبرة جت من هنا. اوكي. طب بالنسبة للستودنتس، بان حضرتك الاكسبيرينس بتاعتك بقالها كتير في مجال التدريس، في فرق بقى في التعامل ما بين الجنريشنز المختلفة اللي هما جين زي والفا وميلينيالز، ولا حضرتك كله ده بالنسبة لك لا، واحد؟ ده موضوع بيبقى مضحك جدا بالنسبه لي، وبحس ان انا محظوظ ان انا عايش جواه يعني. لاني انا بدرس في الاي يو سي تحديدا، بدرس لطلاب ماجستير اوكي. وبدرس لطلاب اندر جراد، فدول اكيد جيلين مختلفين. بالظبط خالص. الماسترز بيبقى شويه فيهم ميلينينز، شويه بيبقى فيهم جينزي، بس ما فيهمش الف. الاندر جراد ساعات بيكونوا الفا. في ايست لندن كلهم الفا، لانهم اول سنه، وهم كمان الجامعه نظامها ان الناس بتدخل من جريد 11، فكانهم في ثالثه ثانوي، اوكي. فالفا جدا. ايوه. فطبعا الفرق واضح وصريح وبشوفه جدا جدا يعني. لو اتكلمنا على فرق في التعامل، فجين الفا عندهم الاستحقاق عالي جدا جدا، جين زي عندهم استحقاق اللي قبلهم الاستحقاق بتاعهم واقع شويتين. ده بيفرق في ايه؟ بيفرق في طريقة استقبالهم للمعلومات، وازاي بيتعلموا، وازاي بيتكلموا، وازاي بيطلبوا، وازاي بيقولوا. بس طبعا التشالنج مرعبة، وبالذات لو انا عندي في الماسترز حد كبير وحد صغير، او نص كده ونص كده، فالتشالنج اوكي. صعب قوي. يعني بالنسبة للي هما سنة أولى في إيست لندن، هما دلوقتي هما دول جين ألفا، حضرتك بتتعامل معاهم ازاي؟ أو هما دلوقتي بيقعدوا يسمعوا، ولا هما كل حاجة عايزينها براكتيكال ويعملوا حاجات بنفسهم؟ بيموتوا في البراكتيكال. اوكي.
ولو إن بقى الtime span وقت التركيز بتاعهم مضروب بالنار، ما فيش خالص مضروب بالنار. يعني بجد لو أنا طوّلت شوية في الكلام أنا باشوف على وشوشهم بقى اللي هو يعني ممكن ابتسامات نخلّص؟ والناس ابتسامات وناس بتنام وأبُص مثلًا ألاقي واحد الديسك معلّم على وشه، فباين هو أنت نايم بقى لك كتير. فلأ الوقت التركيز بيختلف، ولو إن أنا مش باقول إن هُم كل أمّا الأجيال بتبقى أجدد في عيوب. أوكي. مش عايز أبقى شبه الأجيال اللي كنا بنقعد نقول الجيل اللي قبلنا ما أعرفش إيه. لأ، هو كل جيل عنده شوية السمات والصفات بتاعته، بس مثلًا هُم يعني when it comes to بقى الAI والّا التكنولوجي خطيرين جدًا، يعني حلوين جدًا، أوكي. جدًا، جدًا. الناس اللي بتبقى شاطرة في Gen Alpha وGen Z بيبقوا قنبلة، بيبقوا تحفة. الناس الشاطرة، الناس اللي مقررة تستخدم مصادر القوة اللي عندهم بتاع الاستحقاق والسرعة والتركيز في حاجات كتير، اللي بيقرر يستخدمه جوه التعليم بيبقوا فظاع. من محاضرات قليلة جدًا بالاقي ناس عاملة مجهود رهيب. يعني أنا ساعات باشوف ناس في undergrad مطلّعين شغل أحسن من الماسترز، وده غير منطقي. بصراحة. لإني الماسترز خلّصوا الundergrad واشتغلوا في السوق شوية أو بدأوا، فإن يبقى ناس في الundergrad عاملين ده بيورّيكِ قد إيه إن الأجيال عندهم التطوّر اللي حاصل، اللي هم عايشينه، الأجيال كل ما بتتجدد فبيعاصروا تطوّرات جديدة. يعني Gen Alpha بدأ بالAI ولو إن ما بدأش من يوم ما اتولد. يعني الجيل اللي مولود النهارده دايمًا بافكّر بنتي اللي هي لسه مولودة لمّا هتيجي في الدراسة هتبقى عاملة إزاي، هي بدأت بالAI. بالضبط، هُم على طول أصلًا على الtechnologies خلاص هُم ما فالتطوّر بقاش. هيبقى رهيب، وإحنا في الآخر إحنا لمّا بنيجي نشتغل في الpractical side، لو بنتكلّم marketing wise فهو كلّها حاجات technology أو أوكي. أغلبها. أكيد. لو بنتكلّم تصوير ومونتاج فهو still أنا باتعامل مع technology، باتعامل مع كاميرات جديدة، باتعامل مع tools جديدة، الAI. فلأ يا بختهم. وبجد لمّا بيكون في حد فيهم بيستغل الجانب اللي هو مصادر القوة بتاعتهم في التعليم، بيبقوا فُظاع أكتر بكتير أوكي. من الأجيال اللي قبلهم. طب حضرتك بتعمل إيه عشان تفضل coping مع الtechnologies والحاجات الجديدة اللي هُم بيبقوا عارفينها أو الtrends، يعني حضرتك بتطوّر الموضوع ده إزاي؟ والله الحقيقة إن أنا يعني كل شوية بادخل أذاكر. يعني أبدًا حتى لو الclass ده باعمله للمرّة الرابعة أو الخامسة ما باقولش نفس الكلام، لإني لازم أدخل أشوف إيه اللي حصل بعد كده وإيه اللي اتطوّر. فلأ باذاكر كتير، بادخل على الAI. يعني ساعات باستخدم الAI إنه يقول لي إيه الجديد في الAI، يعني باسخّره إن هو اللي يغششني يقول لي إيه اللي حاصل. فdefinitely لازم أكون كل شوية باذاكر، كل شوية باتفرّج على videos، كل شوية باتعلّم حاجة جديدة عشان أعرف أكون مواكب معاهم، أو علشان أعرف أنقل لهم الحاجات الجديدة. لإني لو نقلت لهم القديم بس وهُم اتعلموا ده واشتغلوا عليه هيبقوا outdated. أوكي. فهيخرجوا هيقابلوا المشكلة الأكبر بقى اللي الناس بتقولها، إن سوق أوكي. العمل مختلف تمامًا عن اللي بندرسه في الجامعة. دي كلمة باسمعها كتير، والكلمة دي أنا باستغربها إن هي موجودة إزاي، ده مش بس في منطقي. ناس كتير فعلًا بتحس كده في faculties معيّنة يعني. فده معناه إن هُم مش غلط، ده معناه إن في التعليم حاجات عاملة كده. أنا exactly. مركّز جدًا إن أنا إزاي، ما هو أنا عندي شركة دلوقتي، فأنا طول اليوم في السوق، وطول اليوم باصوّر، وطول اليوم في locations، وفي شغال مع clients marketing. فعلى طول أنا باشوف إزاي إيه اللي بيحصل، وإيه اللي بنتطوّر فيه هنا، وإيه أوكي. اللي بنعمله ده عشان أنقله زي ما هو. يعني دايمًا عندي كلمة أقول لهم اللي هاقوله ده لسوق العمل، أوكي. ولو إني أقول لهم وارجع أقول لهم بس كل اللي باقوله لسوق العمل. فأنا مركّز جدًا إن هُم اللي بيتعلموه يكون هو اللي هيشوفوه. هيشتغلوا بيه بعد كده. فلو إن في الكتب مش هنقابل مش هن مثلًا مش دايمًا هنلاقي إزاي أتعامل مع شخص في level كذا وشخص في level كذا. ما أنا وأنا باصوّر حاجات اتعرّضت لمواقف اللي زي دي، فدايمًا باكون باحكي لهم المواقف دي. باحكيها لهم لسببين: أولًا بتكسر ملل المحاضرة إن إحنا بدأنا نقول مشاعر بالضبط. وحقايق، وفي حاجات فيها ضحك وحاجات فيها جَد، فبيبدأوا يتفاعلوا. يتفاعلوا، وبناءً عليه هنبدأ ن ن ن نفُك فنركّز تاني. بالضبط. وفي نفس الوقت عشان يعرفوا لمّا ييجوا يتعاملوا في الشارع أو لمّا ييجوا ينزلوا في السوق يبقوا عارفين يعملوا إيه. أوكي، دكتور أحمد ممكن تقول لنا بما إن حضرتك بتدرس في الجامعات وفي الأكاديمية المتحدة، ممكن تعرّفنا إيه الفرق ما بين الطلاب دول والطلاب دول؟ خلّينا نقول إن إحنا عندنا 3 أنواع طلاب: عندنا الundergrad اللي هم البكالوريوس، أوكي. وعندنا الmasters، وعندنا
المحاضرات اللي هي اللي هي بتكون زي في الأكاديمية المتحدة أوكي. كورسات. الفرق بينهم واضح جدًا. فأول حاجة يعني كنت بادوّر عايز أعرف إيه أصل التغيُّرات اللي بتكون موجودة من هنا لهنا لهنا، إن الundergrad هو حد عايز أو حد داخل التعليم علشان هو لازم في pressure مجتمعي إن هو لازم يبقى عنده جامعة وخريج جامعة، أوكي. فهو مختار إن هو يدرس، ولو إن الاختيار ده كمان في جانب إن هو في pressure مجتمعي. ففي حد ممكن يكون هو مختار عشان بيحب بس، وفي حد بيحب وعنده pressure مجتمعي، وفي حد عشان عنده pressure مجتمعي بس. أوكي. فده اللي بيورينا الفروقات بين الطلاب. أوكي، في الأندرجراد. الماسترز هو حد قرر بعد ما اتخرج وخلاص البريشر المجتمعي راح من عليه. أوكي. البريشر المجتمعي هنا أقل بكتير، بس هو حد عايز يكمل ويدرس حاجة مختلفة، فهو عنده إدج أكتر إن هو أو هو إجر أكتر، أو يعني هو محتاج لمعلومات بشكل أكتر من الأندرجراد لأنه داخل يتعلم ده. أوكي. ولو إن ستيل ممكن يبقى فيه بريشر ماشي. بسيط إن هو محتاج يعمل ماسترز عشان يبقى اسمه كده. أوكي. دي حلو في فعلًا. الCV مثلًا، بس بس الأغلبية العكس، عكس الأندرجراد. الundergrads بيبقى الكورسز أكتر. بقى الوضع مختلف تمامًا. ما حدش بياخد كورس في مجالنا، أو نادر إن هو يكون بياخد كورس عشان يبقى اسمه خد كورس. هو مقرر يضيّع جزء من وقته ويضيّع جزء من فلوسه، بس هنا ما اسمهاش يضيّع بقى، اسمها يinvest. يستثمر. بس أنا باقول يضيّع عشان هو ده الواقع. بس هو بيinvest فعلًا من وقته ومن مجهوده، أو من وقته ومن فلوسه عشان يتعلم. يتعلم حاجة. فهو جاي مركّز جدًا، وهو لو في وقت من الأوقات مش قادر يركّز، هو بيبذل مجهود خطير إنه يركّز. ولو إن في الcourses بقى بيبقى في ناس منهم في سِن الundergrad وناس في سِن الmasters وناس في سِن الأكبر، أو يعني مخلّصين masters مثلًا. بالضبط. بس هو جاي يتعلم، هو جاي ياكل اللي هيتعلمه ده. فرق واضح وصريح إن ناس كتير أوي من اللي في الcourses بيبقوا دايمًا بيسألوا طب هو إحنا نبدأ طريق الشغل إزاي؟ طب إحنا في نعمل إيه الcourses؟ عشان نشتغل؟ أوكي. إيه الخطوة اللي تخلّيني أبدأ أشتغل في أماكن الcompetition عالية في السوق، آه. فبيبدأوا يسألوا على ده، لإني يفهّمك إن هو شخص عايز يتعلّم عشان يشتغل، أو بالضبط. شخص شغّال وعايز يتعلّم أكتر عشان هو عايز يتطوّر. فده بيعمل فرق رهيب. فبتلاقي الناس اللي في الcourses مركّزة أيًا كان هتشرحي مدة قد إيه. أكيد. فاهمة؟ ده أوكي. الفرق الواضح بين 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 ال3. ال3 أماكن يعني 3 أنواع من التدريس. طب دكتور ممكن تقول لنا مواقف مرّيت بيها مع ال3 طلاب؟ 3 طلاب يعني في المجالات المختلفة، سواء بالضبط. بقى في الجامعة الundergrad أو الgraduate أو أو الmasters. إيه المتاحة. الفروقات بينهم يعني؟ يعني مثلًا لو بدأنا المرّة دي ممكن الchallenge من ساعات باقابلهم في الناس اللي بتكون في الcourses، أوكي. إن في واحد عايز يتكلم، هو عايز يظهر. فده صعب بقى التعامل معاه، إن هو أنا عايز أbalance ما بين إن أنا أجاوب على أسئلته، وفي نفس الوقت هو لو خد المايك مش هينزل. يعني أنا كان في لازم واحد في أتكلم. كورس من المرات هو يعني هو السؤال بيبدأ سؤال واضح وصريح، اللي هو مثلًا لمّا نيجي نعمل بودكاست الصوت المفروض نحط الكاميرا، أصل أنا بقى لمّا عملت البرنامج وخلاص بقى إحنا كده رُحنا معاه في البيت. نقعد أنا نسمع القصة بقى. ال الماسترز أغلب المشاكل، أو يعني أغلب الحاجات بتبقى شبه يعني إن حد بيقرر إن هو يدخّلك في حياته. أوكي. فإن يعني عنده مشكلة في الحياة. يعني أنا مش هينفع أحكيه، بس يعني اللي هو حد عنده مشكلة في حياته، فهو إحنا الassignments اللي بندرسه ده كله هيتأثّر بالموضوع ده، وكمان شوية بابقى أنا السبب. اللي هو أنت مش فاهم، أنت مش حاسس بيّا. أنت اللي هو أنا مش معاك. أنا ما ليش دعوة. أوكي. الundergrad باضحك لمّا بييجي حد يقرر إن هو يصيع عليّا. أوكي. وأنا سِنّي مش كبير، أنا عارف إن أنا بدأت تدريس، يعني ربنا كرمني من بدري أوي في الجزء ده. بس لمّا حد بيصيع، يعني حد بيحاول يعمل action، اللي هو أنا لسه لأ عامله أنا فاهم أنا على عملته فكرة امبارح في عادي. الشركة على فكرة. أنا لسه باعمله وفاكر إن أنا مش واخد بالي. أوكي. فافضل أوزّن لهم كده. ساعات أقول لهم أنا خدت بالي. أنا تصدق ما خدتش بالي. يقول لي: "إيه ده؟ لأ مش قصدي حاجة." فلأ مواقف مواقف كتير. ساعات بيبقى في، يعني أنا أتذكّر إن كان في طالب مَر عليّا في حياتي كان بيعلّي لي ضغطي. أنا كنت باخرج من المحاضرة والله ضغطي عالي وقلبي واجعني بجد. ربنا يبارك له في حياته، بس أنا انهارت منه. لأ في ناس عمري ما نسيتها، وبابقى نفسي أحكي المواقف دي عشان نضحك كلنا وأصحابي. يعني بس ما ينفعش.
بس أسرار يعني جزء المهنة. حلو من المهنة بتاعتكم بصراحة جزء يعني. يجنن، أنا بصراحة باحب يعني الجزء ده أكتر حاجة مسلية، إنِّك بتبقي شايفة الناس. و وناس كتيرة وجديدة وكل يوم بظروفه بقى وبالناس اللي بتيجي يعني، ف بابقى شايف الناس جدًا، جدًا، interesting يعني. جدًا ده موضوع يعني من ألذ الحاجات اللي في المهنة، إن عشان هي المهنة already مدية لِك سُلطة، سُلطة مش بمعنى تحكُّم فيهم، ولكن أوكي، هو في سُلطة already عليها. فلمّا أنا باكون موقّع السُلطة دي شوية أو أكون مقرّب الbarrier، وأنا باحب إني أعمل ده علشان لو في بيني وبينهم حاجز كبير أوي مش هيعرفوا يستوعبوا ويستقبلوا منّي معلومات كتير، فباوقّع دي شوية، فبابقى شايف أوكي. عن قُرب، بابقى شايف أكتر، فبتبقى لذيذة، باحب أشوف الفروق بين الأجيال بالشكل ده. دكتور أحمد حضرتك يعني في ظل التطور التكنولوجي اللي إحنا فيه دلوقتي والstudents اللي عند حضرتك، حضرتك إزاي بتقدر تفرّق ما بين إن هو اللي عامل الماجستير بتاعه أو الtask بتاعته بالusing الAI أو لأ؟ طيب خلّينا نقول إن إحنا دلوقتي كبرنا وفهمنا إن مش هينفع نقول بقى الAI حلو والّا وِحِش، يعني ده نفس معضلة السوشيال ميديا مفيدة والّا مُضرة. أوكي، فأظن الموضوع ده اتقتل بحثًا وخلاص فهمناه أظن كلنا. فخلّيني أقول إن طبعًا، طبعًا مع أهمية الAI المرعبة اللي موجودة والفرصة الجديدة اللي كل البشر اللي موجودة حاليًا إن هو يلحقوا يتعلموا AI فيبقوا بيكوبوا التطور ده، وهتلاقي ناس ما كانتش عندها أكيد، مصدر قوة ولا علم بقوا في حتة تانية. فمن البداية أنا باكون متّفق معاهم اتفاق واضح وصريح إن إحنا في حاجات هنعملها using AI، وفي حاجات هنعملها من غير AI، وفي أوكي، حاجات هنعملها mix بين الاتنين أو باختيارك. أوكي، وdefinitely بابدأ الأول بالحاجات اللي هم يعملوها بإيديهم مش بالAI، علشان حاجة من الحاجات اللي الAI الdeficiency أو المشاكل اللي ممكن تعملها مع الناس إن حد يعتمد عليه اعتماد كلّي، إن هي تعمل يعني هتعمل زهايمر مبكر. أوكي. هو مش ما هيفكّر بقيناش يعني. نستخدم مخنا بالشكل اللي هو الdevice اللي ربنا خالقه لنا العظيم ده، مش بنستخدمه، فهيبوظ هيبلد، ما أعرفش اسمها أوكي. إيه، بس يعني مش هيبقى شغال بالfunctionality بتاعته. فضمنيًا ده بيكون اتفاق من البداية خالص إن هم يكونوا عاملين كده. طيب باعرف منين إن بالضبط بقى. هو AI والّا مش AI؟ خلّيني أقول إن أغلب الحاجات اللي بادرسها practical، فالجزء الtheoretical بيتعرف عن طريق إن في applications وفي ويب سايتس زي Turnitin، في بعض الحاجات إن هم they have إن هم يsubmit أو يحطوا الحاجات بتاعتهم عليها، فمنها بنعرف AI والّا مش AI. في أوكي، الفيديوز والصور لسه الدنيا ما وصلتش للتطور إن ما أنا عارف مستواهم، أكيد، فهابقى عارف هم عملوها بالAI والّا عارف عملوها من غير الAI. أوكي، وأظن بالخبرة وباستخدامي للAI بابقى عارف إيه اللي طالع منهم كده وإيه اللي طالع مش منهم كده. أوكي. لكن definitely أنا باحُط في جزء من المناهج إن هم يستخدموا AI الAI. بوضوح شديد، وإن هم لازم يفرّقوا أو يشوفوا إمتى يستخدموا ده، وإمتى يستخدموا ده، وإمتى يستخدموا ده. فده شيء في غاية الأهمية، وما ينفعش خلاص هو ما أعمل فيش حد ما نَفْسي بقاش أقف يستخدمه ضد أصلًا. بالضبط، ما ينفعش إن أنا أقف في وسط كل الناس وما استخدموش. دوري أو حقي إن أنا أعمل كده، إمم، بس هاتخلّف، هاتأخّر جدًا عن كل الناس ومش هاتطوّر. أكيد. طيب بالنسبة للجامعات اللي حضرتك بتشتغل فيها، هل هم عاملين partnerships مع مؤسسات تعليمية تانية أو إن هم عاملين partnerships مع شركات بتساعد الطلاب إن هم ياخدوا experience بتاعة الشغل قبل ما يتخرّجوا؟ محظوظ أوي إن أنا بيتي الأولاني هو الUC أوكي، والمكان اللي بعديه اللي باتشرّف فيه بالنسبة للجامعات يعني East London، لإني الاتنين مركّزين في ده جدًا، جدًا، جدًا. ولو قُلنا إن الUC فالموضوع ده كبير أوي عندهم، سواء بقى إن هم بيأفوردوا في إن هي festivals film festivals، ما إحنا عملي إن هم بيسهّلوا yes، للطلاب إن هم يقدّموا film festivals، وحتى لو مش في وقت التخرُّج، يعني أنا عندي طالبة كسبت في film festival السنة دي في أمريكا. أوكي. فمن دلوقتي بنبدأ نزُقّهم مشجّع، ونحفّزهم إنّهم يعملوا كده، زائد إن بيكون مطلوب منّهم حاجات working hours فيعملوها في مجالهم، زائد أوكي، إن عشان الطالب يتخرّج لازم يبقى عمل course internship. فطبعًا فكرة إن يحصل internship ويبدأوا يتدرّبوا ويدخلوا سوق العمل، لإن سوق العمل كبير أوي، أوي وواسع والcompetition عالية، أوكي، ومع إن الcompetition عالية في فرص كتير بتتفتح. السعودية مكان بيستقطب جدًا، جدًا المصريين، وشايفين قد إيه هم
أقوياء في المجال ده، يعني زي ما كان زمان مثلًا كان المهندسين موجودين بقوة في أيوه السعودية، صح. حاليًا أنا ما أعرفش في الحتّة دي إيه الوضع، ولكن في الإعلام لأ، بيجيبوا كتير أوي، أوي مصريين يعملوا الموضوع. الإمارات كمان جزء من الموضوع، لكن لو السعودية هي أكتر. سواء بييجوا يعملوا حاجات هنا فبيحتاجوا ناس من اللي هنا، سواء بياخدوا ناس عندهم هناك ويبدأوا يشتغلوا معاهم ويinvestوا فيهم. مجال واسع أوي، أوي، أوي فعلًا. والcompetition عالية والفرص كتير، فهو محتاجة اللي يتحرّك، محتاجة اللي أوكي. يقعد يجرّب ويقعد يتعلّم، وما يقفش بس عند حتّة الجامعة. ولو قصدي ما بيقفش عند الجامعة، يعني إن هو يبدأ يهتم إن هو يعمل حاجات ينزل أكتر حاجات تانية بالضبط، مع الجامعة. ينزل فرص تانية، يدوّر على فرص كتير، يشوف إيه الfacilities اللي الجامعة موفّرها له ويبدأ يستخدمها أوكي. ويكمّل ويبدأ يعمل portfolio من دلوقتي عشان هو هيبيع بيه، أكيد. بس كده. أوكي، طب الطلاب إزاي يقللوا الgap اللي ما بين الدراسة النظرية والعملية علشان يبقوا متميزين في سوق العمل بعد ما يتخرجوا؟ الحركة أوك وإن هم يقعدوا يجرّبوا. إحنا دورنا إن إحنا ندّيهم الجانب العملي وندّيهم خبرتنا في السوق عاملة إزاي، أوكي. وهُم دورهم إن هُم ياخدوا ده ويبنوا عليه ويكمّلوا ويتحرّكوا ويشوفوا هنا ويشوفوا هنا ويجرّبوا حاجات مختلفة أوكي. ومتنوّعة، ويقعدوا يدرسوا ويطبّقوا وينفّذوا ويبنوا في portfolio زي ما بنقول. الحركة والشغل في الآخر أنا مش فارق لي لمّا آجي أعيّن حد عندي في الشركة، مش فارق لي إن هو الشهادات الgrades أو بتاعته حلوة حاجة. أوي، على قد أوكي. ما فارق لي إن هو عنده portfolio قوي. أوكي، فهمتك. طيب بالنسبة للتغيرات اللي بتحصل في الdigital media دلوقتي، هل المناهج اللي بتتدرس يعني coping مع التغيرات اللي بتحصل دي؟ الموضوع challenging جدًا بالنسبة لنا. أوكي. وأظن يعني دورنا إن إحنا نبقى حاطين الخامة اللي جوّه اللي جوّه الsyllabus أو اللي جوّه الmaterial بتاعة الcourse واسعة شوية أو أوكي. ليّنة إن إحنا نعرف نعمل تغيُّرات، لإني لو for example لو أنا جاي أتكلّم باشرح لهم إن Instagram بنيجي نعمل فيه الratio أو الsize بتاع الموضوع one to one أيًا كان يعني أوكي. التفاصيل الtechnical، فده بيتغيّر في يوم وليلة. يعني في يوم من الأيام صحينا لقينا إنستجرام مغيّر، فالتغيُّرات سريعة، وعايزين نفهم التغيُّر في الزمن عامل إزاي. هنبُص زمان هنلاقي أغنية أم كلثوم كانت ساعة، والنهارده أغنية توليت دقيقتين ونُص، فده معناه إن الدنيا بقت أسرع. مضبوط. فالسرعة دي التطوّر عمّال يزيد ويجري وكل يوم عمّالين نتغيّر، فدورنا جدًا، جدًا إن إحنا نبقى شايفين التغيُّرات دي أوكي. وجواها وعايشينها وبنطبّقها. وأنا يعني محظوظ إن أنا باعمل ده already، أنا مش بادرس بس، أنا شغّال عملي، بالضبط. فأنا already محطوط في ده، فاللي باتعلّمه جديد لازم أروح أنقله، اللي باتعلّمه لازم integrate أشوفه وأحطّه إزاي جوّه الcourse. فطبعًا لازم. الchallenge كبير أوي، أوي، أوي. دكتور أحمد، إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وعايزين نختمها، لو في نصيحة حضرتك تحب توضحها لطلاب كلية إعلام دلوقتي أو اللي داخلين الكلية؟ بُصّي، هي حاجة غريبة شوية، أوكي. هاقول لهم ثقوا في نَفْسكم جدًا، وإحنا كبشر ربنا خالقنا مبدعين، وإحنا شغلانتنا دي مبنية على الإبداع. الإبداع، فلازم يثقوا في نفسهم عشان يعرفوا يعملوا الإبداع ده. أوكي. يبقى أول شيء هيثقوا في نفسهم. تاني حاجة إن هم يشتغلوا كتير ويجربوا كتير ويعملوا كتير وما يزهقوش بسرعة. ولو حاجة في البداية مملة يعني they should trust the process بتاعة التعليم، وإن هم يكمّلوا ما يوقّفوش، بعد كده يرجعوا تاني يثقوا في نَفْسهم، أوكي. بعد كده يجرّبوا ويعملوا وينطلقوا. دي كده رابع واحدة عشان هم يبقوا وثقوا في نَفْسهم، فدي كانت التالتة تاني. فالرابعة إن هم يجرّبوا ويعملوا وينطلقوا جدًا، جدًا، جدًا وما يوقّفوش. بعد كده يثقوا في نفسهم، بعد كده يفضلوا مكمّلين وما يحسّوش إن هم وصلوا لنهاية السوق أو نهاية الموضوع، وبعد كده يثقوا يثقوا في في نفسهم. نفسهم يفضلوا ماشيين في الprocess دي ويعرفوا إن هو زيه زي أي مجال عمل، أوكي. محتاج مجهود كبير. مجهود. مش هاقول لِك إن شغلانتنا أصعب أو أسهل، كل واحدة فيها التحديات أكيد بتاعتها، طبعًا. ولكن هم لازم، لازم، لازم يفضلوا مكمّلين ويتعلّموا ويثقوا ويتعلّموا ويروحوا ويزوّدوا لحد النهاية. النهاية دي اللي هو يعني لمّا نروح الجنة. يتقاعد والّا حاجة. شكرًا جدًا يا دكتور أحمد النهارده على الحلقة وعلى كل المعلومات اللي حضرتك ضفتها لنا في مجال الإعلام أو غيره، فأنا باشكر حضرتك جدًا. متشكر أوي، pleasure.
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واستنونا في حلقات تانية كتير من بودكاست إديوناس.